الكلام ده في الستينات قريب من بيت جدي، كان في مدافن، لو وقفت على سطح بيتنا هتشوفها. المهم عمي وقتها كان طالب في الجامعة وكان سهران بيذاكر بالليل علشان الامتحانات. بص من على السطح لقى جارتهم العجوز شايلة حاجة كده زي الطبق عليه نار ورايحة ناحية المدافن، ودخلت جواها وما خرجتش منها. تاني يوم عمي سألها ايه اللي وداك المدافن بالليل؟ الست استغربت وقالت انا ما خرجتش من البيت نهائي بالليل. المهم انا لما عمي حكالي القصة في نفس اليوم حلمت اني واقفة في بيت جدي ولقيت الست العجوز خارجة بالطبق اللي عليه نار، وانا مرعوبة وخايفة، لكن بلاقي نفسي بمشي وراها غصب عني، وكل ما احاول ارجع الاقي حاجة بتزقني على المدافن. المهم دخلت وراها المدافن، لقيتها مدياني ظهرها وطبق النار جنبها، وفجأة راحت بصت عليا فشفت وش مرعب لسه في ذاكرتي لحد دلوقتي، وصرخت صرخة مرعبة. لقيت نفسي اتنطرت من على السرير وامي صحيت من الصوت وخليتها تنام جنبي انا واختي وخلينا النور مولع.